أهلين. اليوم وصفتنا راح تكون معمول بالتمر. الوصفة جدا ناجحة، هشة، شيء رائع جدا، الوصفة رهيبة. وغير كذا إنه فقط بثلاث مكونات راح نسوي هذه اللذاذة. في البداية نحط كوب دقيق، عليها نص كوب سمنة أو ربع كوب من الحليب المكثف المحلى، نعجنهم سوا كويس. طبعا تقدرون تستبدلون السمنة بزبدة. بعدها نبتدي نشكل أو نحشي حبات المعمول بالتمر. بعدها نسويها بالمنقاش أو أي آلة معمول عندكم. ندخلها في فرن ساخن، نكون مشغلينه من فوق وتحت، ودرجة التحمير اللي تفضلونها، يعني لو تحبون زي اللي سويت أو أقل درجة، أنتوا تقدروا تتحكمون فيه. وبس جربوه، من ألذ وأنجح وصفات المعمول اللي قد جربتها. أنا متأكدة لو جربتوها راح تعتمدونها